يا حبايب ام روفان. طبعا خلصنا من الاكل وحاجات بقى نصف شعبان وكده. جبنا بقى حاجات طب ماما اسكتي يا جابت روفان. العيد. اهم حاجه قبل ما اوريكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان القناه تكبر فيك يا جماعه. كل بالبلد مع ام روفان، كل جديد في جديد مع ام روفان. النهارده جايبين حاجات كتير. لا مش انا اللي جايباها، ابو محمد بيفاجئني. انا عندي هنا كانت تفاجئكوا خالص. لما احس ان انا كده متضايقه يقول لي تعالي كده ايه ونشتري شويه حاجات. الصراحه ابو محمد احنا لسه صرف جايبين ومكلف يا من جماعه. الدرس. لسه جاي من الدرس وجالي عند الدرس بقى وايه وجه يفاجئني. جه يفاجئني بايه؟ الناس كلها بتجيب حاجه رمضان واروح اجيب حاجه العيد. مال الناس ومالي ومال ام روفان. فالمهم ايه، هوريكم كده على السريع عشان ما القش معاكم، نوريكم اول حاجه. دكتوره يا جماعه الترند. استني يا روفان. اللي هي بتتلبس كده عشان بس ما بهدلش نفسي وبتتربط من هنا. في ناس كتير قوي جايبينها. بس انا اللون ده يا جماعه اسمه بصل. هو ابو محمد ايه لما نقعد نتفرج على المحلات كده وفجاه يعجبنا حاجه تاني يوم على طول يجيبها لي. والهاب بالتو اللي هو ده يا جماعه يعتبر خريفي يعني مش تقيل. ده نازل ترند كده فقمت جايباه. طب قولي امبارح والحاجات دي جابها لي النهارده. ايه رايكم في الاول؟ ماشي. لا عادي شافوه قبل كده على اخرها. ما انا جايبه لها والله هدوم العيد السنه اللي فاتت بالتصفيات وقمت عينها. والشنطه الاورنج طبعا انا صورت بيها قبل كده. تعالى بقى ما نوريكم ابو محمد فاجئني ازاي. طب بصي ده مفاجئني ومفاجئني. هو جايب لي السود القمر ده يا جماعه. جايب لي السود وطرحه كمان. انا جايبه طرحتين يا جماعه. ماشي. هي طرحه؟ هو انا ما قلتلوش هاتها بس هو جابها لي مش عارفه ليه. هلا حسيت اللي هي ايه مريحه. السود القمر ده يا جماعه. مش عارفه اقول لكم الاسعار ولا ايه. بص ده البنطلون بتاعه يا جماعه اهو. ماشي. نوري يا روفان يا حبيبتي. ده البنطلون بتاعه اهو. ده بنطلون السود. ده طبعا وان سايز بياخد جميع المقاسات. والكارد بقى يا جماعه بيتربط هتشوفوه في العيد. هتشوفوه. والطرحه انا كنت جايبه له بادي يا بنت. فين البادي؟ يا روفان ثانيه يا حبيبتي ثانيه. ده الطرحه البادي بقى الناحيه الثانيه. بس انا جايبه بادي هو جوه في الدولاب. انا مش لسه جبته من بعد ما جبته حطيته على الدولاب. السود ده يا جماعه ب 1600. ابو محمد جايب لي ده عشان طبعا العيد هيبقى الصبح صيفي خريفي وبالليل هيبقى شتوي خريفي. فجاب لي ده. خايف عليا بقى خايف على ام محمد. جايب لي دوت محل براند والله. جايب لي دوت يعني ايه للصبح صباحا لو انا هخرج الصبح. ايه رايكم؟ صوت قمر. ده نازل ترند يا جماعه. في هتقولي هو في ناس نزلت صيفي. في محلات نزلت صيفي وفي محلات نزلت خريفي. لا اللي منزل خريفي. ودي الطرحه بتاعت القمر الجميل. هتشوفونا مش عايزه اوريهولكم قوي عشان خاطر ما احرقش المفاجاه. طبعا ابو محمد صرف مكلف. قال لي طبعا بالليل مش هتلبسي ده الجو هيبقى برد عليك يا ام محمد. فاهم جايب لي طب هتلبسي ده ازاي في العيد؟ لا البامب بتاعه خريفي. ده براند بردك يا جماعه. وده البادي بتاعه اللي هو الهاف كول بتاعه برضه خريفي مش تقيل. شفتوا جميل ازاي؟ ده براند برضه بزراير كده. عجبني شكله لقيته جديد كده. والزعبول هو كل ده خريفي. ما هو في بامب خريفي. ماشي. ايه رايكم؟ انا نسي هتقولي انت. طب هو بيقول لك الاسعار. ما انا كنت معاه وهو بيجيب. ده كله على بعضه كده ده ب 500 جنيه. هو كده كله على بعض. ده 500 جنيه. هتوريها لهم بقى. ماشي. طبعا السود دوت. استنى. دوت يا جماعه ده هيعوز كمان كوتشي. حظه. لا كوتشي ابيض. فانا ما جبتش الكوتشي بتاعه. فهوريكم انا جبت ايه للطقم بتاعي. هاتي يا روفان. جبت هاف بوت. ده بردك هلبسه بالليل مش الصبح. ده دوت هجيب له كوتشي هلبسه بيه الصبح. ماشي. لكن ده طبعا بالليل هيبقى الجو برد. فجبت له الهاف بوت القمر ده. ده واخد ترند بردك يا جماعه. واخد ترند قوي على اليوتيوب والتيك توك. ايه رايكم؟ روفان متضايقه. ايه رايكم؟ ده جايباه بكام؟ 600. هتوضحها لهم شويه. حاجه اصلي كده حاجه فاخر من ايه. ده ب 600. ده طبعا مش هجيب بوت فجبت هاف بوت. ده هلبسه على الكفر. ايوه. فده انا ايه بصوا كنت انا المفروض اعمل اكل النهارده وانزله يا جماعه. بس ابو محمد بقى فاجئني فقال لي ايه واكلنا بره كمان صرف وكلف. قولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في ذوق ابو محمد. هو ذوقي وذوقه يعني احنا كنا بنختار. فقولوا لي ايه رايكم في هدوم العيد بتاعت ام روفان. والنبي ولادي لسه ما جابوش. بصوا يا جماعه انا من النوع اللي انا ما بحبش اخرج في رمضان في الزحمه اشتري حاجه. فاولادي طبيعي كبروا. انا وماما اول ناس بنجيب هدومنا. الكيكه
روفان جالها برضه هدوم العيد بس لسه الشوز بس. جاي لي من قبلها. انا ما بحبش اخرج في الزحمه يا جماعه، فبحب اجيب كل حاجه قبل العيد. طبعا ولادي قالوا لي يا ماما لو العيد هيبقى خريف احنا هنجيب كده طقم وخلاص. هم طبعا ولادي كبروا انتوا عارفين، فهم اللي بيخرجوا دلوقتي، هم اللي بيشتروا، لكن روفان انا اللي بشتري. فقلت اشتري عشان انا مش هخرج في رمضان. فرست الدنيا وعملت الدنيا في الفريزر، فيا دوبك ايه بجيب حاجات روتينيه كده من على الوش، فمش عشان ما بحبش اخرج في الزحمه. فاكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في اللطقم اللي ابو محمد جابها لي. وحشه خالص. واتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا العينه معلقه، اتفضلوا والله. فلو عجبكم اللطقم بتاعتي وعجبكم فكره الفيديو النهارده، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك قولوا اللطقم وحشه في الكومنتات. كب عليك يا روفان، يا روفان دي ضرتي. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه عشان القناه تكبر بكم يا جماعه. كله بالبلد مع روفان، كل جديد في الدنيا. بحبكم.